أخبرنا عنها الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ووصانا بها النبي كثيرا، كما عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي الموت. الكل سيموت، الكل سيموت، والكل سيذوق من سكرات الموت. وصانا الحبيب النبي أن نكثر من ذكر هادم اللذات. وهيهات هيهات لعباد رب الأرض والسماوات هناك من التسويف وطول الأمل وكراهية الموت، مع إن الكل سيموت، الكل سيدفن في القبر واللحود، الكل سيأكل منه الدود، وستعرض على العزيز الودود. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى أي في الدنيا تجرد عريانا ولو كان كاسيا أي يوم القيامة، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الكل سيموت، حبيب الرحمن مات، أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون. أهناك أعز على الله من رسول الله؟ رسول الله مات والكل سيموت، الكل، الجن والإنس والحيوانات والطيور والملائكة. عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: هذه للأنفس، الموت على الأنفس، أما نحن أرواح طاهرة. نزل قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان، قالت الملائكة: هؤلاء سكان الأرض، أما نحن سكان السماء. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. خرت الملائكة ساجدين وقالوا: سبحان من له البقاء وحده